السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما شاء الله، الله اكبر. احلى رقاق طري فلاحي تقدري تعمليه وفي الطاسة وعلى الطاسة ان شاء الله هتسويه. شوفوا ما شاء الله، طري وجميل جدا. وبالقشطة هتعمليه احلى رقاق طري هتاكليه. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما شاء الله، الله أكبر. يلا نعمل أحلى رق طري ممكن تعمليه في البيت. حاجة سهلة وبسيطة وبإيديكي هتحضريه. شوفوا ما شاء الله، رقاقة طرية وكويسة وجميلة جدا. والحاجات دي ما بتتاكلش إلا في الشتاء. حاجة كده أجمل من الروعة. يلا نخش الفيديو ونشوف احنا عملناه ازاي. معايا كيلو من الدقيق هنخله كويس جدا، وده نوع الدقيق اللي أنا بستهلكه. ما شاء الله دقيق ما شاء الله ممتاز وجميل جدا. عليه رشة ملح، وهنزل بكوبايتين رايب لبن رايب، او 4 علب زبادي. معايا معلقة قشطة كبيرة كده، معلقتين كبار كده قشطة بقري وش اللبن، او قشطة جاموسي اللي موجود عندك. وحوالي ربع كوباية زيت ما تكتريش، ومعلقة زبدة كده حلوة، وقلبيهم كده كويس جدا في بعض. ودي كده ما شاء الله عجنتها كويس بالطريقة دي. وطبعا هتعرفي ازاي ان هي بقت عجينة كويسة وطرية. هتحسي انها ما عادش فيه عجين بيلزق في ايديكي، تبقى كده اتعجنت كويس. طبعا انا ريحناها 5 دقايق، رشة كده على الصينية بتاعتي. وهقطع الرقاق بتاعي بالحجم اللي انا عايزاه، حبة صغير حبة كبير، حاجة كده ترجع لك انت. بالطريقة دي همسك قطعة من العجينة وهكورها كده بالطريقة دي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا منساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. وكده ما شاء الله بنفس الطريقة، كل الطريقة كده هعملها بنفس الطريقة. بعد ما كورت الكور بتاعتنا بتاعت الرواق كده الطري، بصراحة ريحته جميلة جدا. جربوه في ثواني هتكوني عملتيه وفي الطاسة سويتيه. ودي الكمية بتاعتي من كيلو دقيق ما شاء الله قطع معايا الكمية دي. هبدأ بقى اللي انا قطعته الاول، هبدأ اشتغل معاه رشة دقيق كده حلوة كده على الرخامة. هو بيحتاج دقيق للتبطيط. هكسره كده، يعني هفرده نص فردة كده احنا بنسميه عندنا. هنكسره مع بعض كده بنفس الطريقة، واحط 2 مع بعض كده وافردهم بصوابعي. هعمل بقية الكمية كده بنفس الطريقة، هكسرهم واسيبهم يرتاحوا عشان يتبطط معاكي بسرعة. كل ما هتجيبي قطعة من العجين لازم تحطيها في الدقيق كده وتعمليها الحركة دي. هتسهل عليكي عملية التبطيط، ويبقى معاكي مدور وكله بسوى بعض. شوفوا ما شاء الله ريحته جميلة جدا. جربوه، يعني اللي مش هتعرف تعمله هتعمله بعد الفيديو ما تتفرج عليه ده ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا العجينة اللي انا فردتها في الاول نص تفردة كده هشتغل معاها كده. شوفوا ما شاء الله حطيت كل 2 مع بعض، وممكن 4 على 4 كده، وهوريكم انا عملتهم ازاي. او بالنشابة لو ما بتعرفيش تبططي بايديكي هتفردي بالنشابة كده بالطريقة دي. رش الدقيق في وسطهم عشان ما يلزقوش في بعض، وهتفردي كده بالنشاب. فردتهم كده بالنشابة معايا ما شاء الله. انا كنت مقطعة ده قطع كبيرة ما شاء الله عليه. وده فرد النشابة زي ما حضراتكم شايفينه. بنفضه من الدقيق وبحضر صاج كده حلو، وافرده كل ما اخلص الكمية افردها عليها. ودي الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلصتها. شوفوا ما شاء الله. طبعا هنركنه حوالي 10 دقايق كده كمان على ما يشرب الدقيق اللي احنا بططنا بيه. ما تسويش بعد التبطيط على طول الا لما تحسي ان هو شرب الدقيق منه. وطبعا اللي احنا بططناه في الاول هو اللي هيتسوى الاول. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
طاسة على النار، نار متوسطة طبعا. هنسوي بقى الرقاق الطري بتاعنا الجميل اللي ريحته روعة ما شاء الله، رقاقة طرية وكويسة وجميلة جدا. وده حجم الرقاق بتاعنا اللي انا عملته ما شاء الله. هحضر طبعا صينية وعليها ورق مناديل، واللي هيطلع هحطه على الصينية بتاعتي وهغطي عليه. شوفوا ما شاء الله، ودي التسوية المطلوبة. وفي طريقة تانية ودي اللي بحبها، تسوية الفرن الغاز. طبعا اللي ما عندهاش فرن غاز هتسوي بنفس الطريقة دي. انا حبيت اوريكم الطريقتين الاتنين، دي ممتازة ودي ممتازة، بس انا بصراحة بحب تسوية الفرن الغاز. شوفوا الجمال، حاجة كده من الاخر وجميلة جدا. يعني مش هتقول انا ما عنديش فرن، لا، انا سهلت لك المواضيع كلها. وهتسوي على الجريل، اهم حاجة انها طاسة ما بتلزقش. شوفوا ما شاء الله بيتنفخ ازاي. لازم النار هادية وتقعدي راحة جاية عليه كده عشان ما يتحرقش من تحت، وتقلبيه على الوش التاني. شوفوا ما شاء الله، الوان جميلة جدا وتسوية ممتازة. حطي اللايك، حطيتي اللايك واشتركي في القناة وشير الفيديو عشان الكل يستفاد. هسوي كده كام واحدة كده وهوريكم الطريقة التانية اللي انا بصراحة بحبها، وبيطلع الرقاق مظبوط جدا وطري اطرى من التسوية اللي على النار. تسوية النار انتي لازم تغطي عليها على طول. شوفوا ما شاء الله، حاجة كده روعة. وده الرقاق الطري الفلاحي، حاجة كده من الاخر ما شاء الله عليها. شوفوا الجمال. يلا بقى اوريكم الطريقة التانية وهتعجبكم برضو. طبعا الفرن بتاعنا بنظبطه كده، النار من الجناب والنار هادية من تحت، حاجة كده يعني وسط. شوفوا ما شاء الله بيستوي على طول. وطبعا الفرن بياخد كمية كتير وتخلصي في ثواني، غير طبعا اللي على الطاسة. وادي ما شاء الله، شوفوا كمية الرقاق، حاجة كده جميلة وطرية جدا وريحتها جميل. ده عجنته بالقشطة، حاجة كده روعة. القشطة طبعا بتطريه وبتديله طعم جميل جدا. وده كان فيديو النهاردة، أشوف وشكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. كانت معكم ولاء أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.